السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. مفاجأة من العيار الثقيل. هذا الصحفي يقول أن وحيد خليلوزيتش في الجزائر هو الذي سيكون مدربا للمنتخب الجزائري. هنشوف كل تصريحات هذا الصحفي وماذا قال بالنص، وهل بالفعل وحيد خليلوزيتش موجود في الجزائر. كل التفاصيل في هذا الفيديو، ولكن أخي الكريم قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر مع العديد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. سأل هذا الإعلامي الشهير، سأل الصحفي أيتن عامر عن المدرب القادم للمنتخب الجزائري، فرد أيتن عامر بتصريحات نارية لن تتوقعها إطلاقا، حيث قال أنه بنسبة 90% المدير الفني القادم لمنتخب الجزائر هو وحيد خليلوزيتش، الذي كان مدربا سابقا للجزائر والمغرب وقاد الجزائر في كأس العالم عام 2014. وتابع أيتن عامر تصريحاته النارية قائلا أن وحيد خليلوزيتش في هذا الأسبوع في نهايته سيحل بالجزائر من أجل توقيع عقود انضمامه أو تدريبه للمنتخب الجزائري، وذلك لأن هيرفي رينارد مرتبط بعقد مع منتخب فرنسا النسائي حتى شهر سبتمبر القادم، ولن يترك هذا المنتخب قبل هذا الوقت، وبذلك تم استبعاد هيرفي رينارد من قائمة المرشحين لتدريب الخضر. وقال أيتن عامر أن وحيد خليلوزيتش قال في رسالة له عبر حسابه الشخصي أنه سيحل في الجزائر من أجل السياحة، ولكن تعال يا وحيد خليلوزيتش سيحل طبعا في الجزائر من أجل توقيع عقود انضمامه إلى الجزائر، وطبعا هو لم يحل بالجزائر منذ فترة طويلة. وختم أيتن عامر تصريحاته قائلا خذوها مني 90% أو أكثر وحيد خليلوزيتش مدربا قادما لمنتخب الجزائر. بالتوفيق للمنتخب الجزائري. شاركنا رأيك في الكومنتات، لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.